لو لسه مش عارفين هتطبخوا الفراخ اللي طلعتوها تفك من امبارح ايه، فعايزه اقول لكم الوصفه دي ليكوا. دي احلى تتبيله فراخ ممكن تجربوها. مكونات التتبيله كلها في التلاجة عندكم. مكونين 2 بس بيودوها في حته تانية خالص، هو الصويا صوص والعسل الابيض. هنكتب لكم باقي المقادير كلها والطريقه تحت الفيديو. بعد ما حضرت التتبيله بتاعتي حطيت فيها الفراخ. انا هنا استخدمت وراك فراخ مخليه، بحبها قوي عشان بتبقى كل فتفوته من الفراخ وصل لها التتبيله. سبتها غطيتها وحطيتها في التلاجة ليله، وتاني يوم بقى هشويها. ممكن تشويها في الفرن او في الاير فراير. انا هنا عملتها في الاير فراير، وعايزه اقول لكم تحفه بجد بجد، بتبقى واخده نكهه شوي خطيره. انا حطيتها على الشبكه، حطيتها الاول على اعلى درجه حراره لمده 15 دقيقه على البرنامج بتاع الجريل، وبعد كده قلبتها الناحيه التانية. شايفين المنظر واخده اللون من تحت ومن فوق خطيره ازاي. عملت الاير فراير على اقل درجه حراره لمده 25 دقيقه، وكانت الفراخ معايا مستويه ومقرمشه وخطيره. شايفين كميه الدهون اللي نازله منها، مع اننا ما حطيناش اي دهون في الوصفه قد ايه. بجد الاير فراير اختراع. الوصفه دي تنفع باي قطعيه فراخ، دبابيس، صدور، اي حاجه مفيش مشكله. قدمتها مع رز ابيض وسلطه، والدريسنج بتاع السلطه ده وهمي، بيودي اي نوع سلطه في حته تانية خالص. اهم حاجه ان الوصفه دي تنفع للدايت، وكمان الدريسنج والسلطه ينفعوا للدايت جدا. لو عايزين وصفه الدريسنج بتاع السلطه اكتبولي في الكومنتات. باي.